بعدها بنشوف قارب صغير تايه في البحر وعليه 2 صيادين، ومن غير ما يحسوا بيدخلوا منطقة الحوريات وبيسمعوا صوت حاجة بتقرب منهم، ولما بيبصوا في البحر بتظهر حورية بحر وبيكون شكلها حلو، بيعجب بيها واحد منهم، ولما بتقرب منه بيحاول الشخص اللي على المركب انه يصطادها ويقتلها بالسكينة، وبتخاف الحورية وبتبعد عنهم، لكن صاحبه بيمنعه وبياخد منه السكينة وبيرميها في البحر، وبيشاور للحورية وبتقرب منه مرة تانية وهي خايفة، لكن فجأة بيظهر من البحر راجل غريب نصه سمكة ونصه بشري، وبيهجم على المركب وبيمتص منهم طاقة حياتهم. بعدها بيظهر عدد كبير من حوريات البحر وبيقول لهم الراجل السمكة انه امتص ذاكرة الصيادين، ولما يصحوا مش هيبقوا فاكرين اللي شافوه، وبيحذر الحوريات انهم يقربوا من البشر مرة تانية لان ده خطر عليهم وعلى العالم بتاعهم. وفي نفس الوقت بيكون في سفينة وعليها عالم بحريات وبيشوف على الرادار اشارة غريبة وبيبعت رجالته بمراكب عندها، ولما بيوصلوا للمكان بيشوفوا حوريات البحر وبيحاولوا يصطادوهم وبيضربوا عليهم بالمسدسات، لكن الحوريات بتغطس في البحر وبيتخانق معاهم الراجل السمكة وبينجح انه يقلب مركب منهم في البحر وبيحاول يهرب هو وباقي الحوريات، لكن واحد من السفينة بيضرب سهم في الحورية وبيغمى عليها وبيقربوا منها وبياخدوها للمركب، وبيتعصب الراجل السمكة وبيكون عنده قدرة خارقة وبيقدر يتحكم في المية وبيضرب المركب بموجة كبيرة وبيقع منها واحد وبيغرق في البحر، لكن بتشوفه حورية بحر طيبة وبيصعب عليها وبتنقذ حياته. ولما بيفوق جون بيتفاجئ بواحدة قاعدة قدامه وبتبص عليه وبتقول له الحمد لله على السلامة يا عشيقي، وبيخاف جون وبيسألها هو فين، وبتقول له البنت انه في بيتها وبتديله هدوم عشان يلبسها. بيشكرها جون وبيحاول يسيبها ويمشي لانه خايف منها، لكن البنت بتمنعه وبتعرفه بنفسها وبتقول له ان اسمها نينو ومن هنا ورايح هيكون جوزها ولازم يحبها عشان يعيشوا في سعاده. بيستغرب جون من كلامها وبيفتكرها مجنونه وبيقوم عشان يمشي، لكن نينو بتمسكه من رجله وبتقول له ما ينفعش يسيبها بعد اللي عملوه، وبتقول له انها عملت له تنفس صناعي عشان تنقذ حياته ولازم يصلح غلطتها ويتجوزها. بيقدر جون يفلت منها وبيخرج من المكان، لكنه بيلاقي قدامه ناس غريبه لابسه اقنعه وبيقبضوا عليه، وبيظهر الزعيم بتاعهم وبيقول له انه اول واحد يدخل الجزيره بتاعتهم وان الاسطوره بتقول انه لازم يتجوز اللي انقذته والا هيموت. وبتقرب منه نينو وبتلبسه عقد في ايديه وبتقول له انهم كده رسميا زوج وزوجه، وبيضطر جون يسمع كلامهم عشان خايف يقتلوه. وبالليل بيصحى جون من النوم وبيستغل ان شيا نايمه جنبه وبيخرج عشان يهرب، لكن شيا بتكون صاحيه وبتشوفه. بيجري جون لحد ما بيوصل للشاطئ وبيلاقي مركب صغير وبينزلها في البحر عشان يركبها ويهرب بيها. بيفرح جون وبيدعي بصوت عالي وبيقول يا رب عرفني الطريق لبيتي. وفجاه بتظهر نينو معاه على المركب وبتشاور له وبتقول له الطريق من هنا يا حبيبي. وبيتصدم جون وبيسالها بتعمل ايه هنا، وبتقول له شيا انهم متجوزين وما ينفعش يبعدوا عن بعض، لكن جون بيقول لها انه اضطر يوافق عشان كان خايف ومستحيل يتجوز واحده ما يعرفهاش ولا بيحبها، لكن نينو بتقول له ان القدر جمعهم ببعض وان الاسطوره اتحققت وان الشخص اللي انقذته من الغرق اتجوزته وخرجت من الجزيره وهتعيش معاه. بيفضل جون يمشي بالمركب في البحر، وفي الوقت ده بنشوف الحوريه اللي البشر خطفوها وهي متخدره ومربوطه بسلاسل في حوض ميه. وبيوصل جون اخيرا للمدينه وبيدخل شقته وبتتفاجئ نينو بالكتب الكتير اللي عنده وبتفضل تلعب في الشقه وبتشوف عنده صور كتير عن الاسماك. بيقول لها جون تنام في الاوضه وهو هينام في الصاله وبكره هيرجعها للجزيره، وبتمثل نينو انها زعلانه وبتعيط وبتقول له انها مش عايزه تسيبه وبتصعب عليه وبيقول لها تهدى، وبتفرح نينو وبتقول له انها تاخد دش قبل النوم. وبتدخل نينو الحمام وبتقعد في البانيو، لما بتنزل في الميه بيظهر ديلها وبنتاكد انها حوريه بحر. بتفتكر ليله امبارح لما انقذت جون وخدته للجزيره، واستغرب الزعيم من تصرفها وسالها ليه عملت كده. وقتها نينو ورت له هديه جون وقالت انه عالم بحريات واكيد عارف مكان الحوريه اللي اتخطفت، واتفقوا انها تخدعه عشان تنقذها. وبتخرج نينو من الحمام وبتروح تاكل السمك اللي في الحوض، وبيجي جون من وراها وهو بياكل وبتقرب منه نينو وبتاخد الاكل من بقه، وبيتصدم جون من جرأتها وبيحس بالاحراج وبيبعدها عنه. وبتحاول نينو تقرب منه اكتر عشان يثق فيها، وبتلاقي صوره لجون وهو صغير مع امه وبتقول له انه لطيف، لكن جون بياخدها منها وبيقول لها ما تلمسش حاجته وبيلبس هدومه وبينزل عشان يروح الشغل. وبتروح وراه نينو وبتفضل مراقباه عشان تعرف مكان الحوريه، لكنه بيركب المترو وبيتوه عنها. وبيوصل جون للشغل وبيتفاجئ الكل انه لسه عايش، ولما بيدخل مكتبه بتظهر زميلته اللي اسمها شيا وبتقول له انها كانت واثقه انه لسه عايش. بعدها بيجي العالم اللي كان معاه على السفينه وبيفرح لما بيشوف جون وبيقول له انه بعت فريق انقاذ يدوروا عليه لكنهم فشلوا انهم يلاقوه. وبيقول لهم جون ان الامواج حتفته على جزيره وهناك بنت انقذته وطلعته من الميه. وبيقلق العالم من كلامه وبياخده عشان يوريه الحوريه، وبيدخل جون المختبر وبيلاقي الحوريه محبوسه في حوض وبيقرا نتيجه التجربه اللي عملوها عليها. وبيقول له العالم انهم اكتشفوا ان جسم الحوريه فيه نوع من السموم بيقدر انه يمسح ذاكره البشر، وبيطلب منه يكمل ابحاث عشان يكتشف باقي القدرات اللي في الحوريه. بيكون جون متعصب وبيتخانق مع شيا عشان بتعامل الحوريه بقسوه، وبيقول العالم ان جون هيبقى رئيس قسم الابحاث وبيطلب من شيا تنفذ اوامره. وفي الوقت ده بتكون نينو في الشارع وخايفه من الزحمه ومش عارفه ترجع للبيت، ولما بيرجع جون لشقته مش بيلاقي نينو وبيزعل عشان افتكرها سابت البيت، لكنه بيشوف هدومها وبيحس انها في خطر وبينزل الشارع
يدور عليها، وبيلاقيها واحد واقف معاها وبيخليها تشرب ومش في وعيها. واول ما بتشوف جون بتحضنه وبتقول له انها كانت بتدور عليه، وبيتخانق جون مع اللي كانت واقفه معاه وبيشيلها على ظهره وبيتمشى لحد البيت. بتفضل نينو تعيط وبتقول له انها كانت خايفه عشان سابها لوحدها، وبيتاثر جون وبيطمنها انه مش هيسيبها لوحدها تاني، وبتضحك نينو وبتفرح بكلامه. ولما بيرجعوا البيت بيديها جون موبايل عشان لما تعوزه تتصل بيه، لكنها ما بتكونش عارفه ايه ده لانها من جزيره معزوله، وبتقول له انها عايزه تروح معاها الشغل عشان لما تتوه عنه تروح له هناك، وبيضطر جون يوافق. وتاني يوم بياخدها وبيشتري لها هدوم جديده وبيوديها للكوافير وبيغير شكلها، وبيتفاجئ انها بقت جميله. بعدها بياخدها وبيروح للشركه وبيقول لها تستناه وما تعملش مشاكل لحد ما يخلص شغله. وبيروح جون للمختبر وبيتفاجئ ان الحوريه عليها اثار تعذيب، وبيكون عايز يوديها للدكتور عشان يعالجها، لكن شيا بتقول له ما ينساش انها سمكه ولو الدكتور شافها هيكشف سرها. وبيدخل العالم عليه وبيشيل الغطا من عليها وبيقول له انهم اكتشفوا ان الحوريه لما بتخرج من البحر ديلها بيتحول وبيكون شبه البشر عشان تعرف تتكيف مع البيئه، وبيرش ميه على الحوريه. وبيتفاجئ جون ان جسمها رجع تاني لديل سمكه. وفي الوقت ده بتستغل نينو انها لوحدها وبتفضل تدور على الحوريه في كل مكان، وبتوصل للمختبر وبتشوف الحوريه وهي مربوطه وبتعيط، وبتمثل نينو انها بتدور على جون. وبتدخل المختبر وبتتكلم مع الحوريه بالتخاطر عشان محدش يسمعها، وبتحذرها الحوريه وبتقول لها تمشي لان المكان خطر، وبتطلع من بقها موجه صوتيه عاليه. وبيشك العالم في اللي حصل وبيطلب من جون يتاكد اذا كانت نينو حوريه بحر ولا انسانه. وبياخدها جون وبيخرجوا من المختبر وبيروحوا سوبر ماركت وبتشتري نينو بيبسي. ولما بيرجعوا البيت بتحط له فيه مخدر، بيكون جون شاكك فيها وعايز يتاكد وبيوقع عليها بيبسي، وبيطمن لما بيشوف رجليها لسه زي ما هي. وبيتضح ان الحوريه واخده لؤلؤه بحر من الزعيم بيحافظ على شكلها عشان محدش يعرف هويتها. بعدها بياكلوا مع بعض وبتساله نينو عن امه اللي في الصوره، وبيقول لها جون انها عملت حادثه وماتت وابوه دخل في غيبوبه من الزعل عليها. ولما بيسالها جون عن عيلتها بتقول له نينو انها اتربت مع اختها وكانت بتعتبرها امها، لكنها اختفت فجاه في البحر ومش عارفه اذا كانت هتلاقيها تاني، وبيكون قصدها على الحوريه. وبيطمنها جون وبيقول لها انه واثق انها هتلاقيها ويتجمعوا تاني مع بعض. وبتتاثر نينو بكلامه وبتعرف انه طيب، وبيشربوا مع بعض، وبتنسى انها حطت مخدر في البيبسي، وبتبدا تدوخ وتهلوس، وبتتخيل انها مع جون في البحر وعرف انها حوريه وحبها على طبيعتها. وتاني يوم بتصحى نينو وبتلاقيه نايم جنبها وبتحس بالاحراج، وبياخدها جون وبيخرجوا ياكلوا ايس كريم مع بعض. بتلاحظ نينو ان في حد من الجزيره بتاعتها بيراقبها، وبتستأذن من جون وبتروح تكلم معاه، وبيقول لها انها خدت وقت كبير والزعيم متعصب، بيكون عايز يخطف جون ويعذبه لحد ما يعرف مكان الحوريه، لكن نينو بترفض وبتقول له انها قربت تنقذها. وبيلاحظ انها خايفه عليه وبيسالها اذا كانت وقعت في حبه، لكن نينو بتقول له انها مستحيل تحب انسان وبتسيبه وبتمشي. بتروح نينو مع جون لمطعم وبتساله عن الحوريه اللي في المختبر وليه بيعملوا عليها ابحاث، وبيقول لها جون انه بيحاول يحمي البحر من الكائنات الغريبه، وانه ممكن يلاقي في جسم الحوريه ماده تعالج الامراض. وبيكون باين على نينو انها متعصبه عشان حابس الحوريه، وبيقول لها جون انه مش مبسوط باللي بيعمله بس ده في مصلحه العلم. بعدها بيجي مطرب وبيسال اذا كان في حد عايز يغني معاه، وبترفع نينو ايديها وبتطلع على المسرح وبتبدا تغني بصوت جميل وبتفتكر ذكرياتها مع جون، وبيكون باين انها حبته بجد. ولما بيخلصوا اليوم بيروحوا مع بعض، وبتكون نينو متغاظه منه وبتضربه في رجله وبتسيبه وبتمشي، وبيروح وراها جون عشان يصالحها، وبيديها السلسله بتاعت امه وبيقول لها انها اغلى حاجه عنده، وبيعترف لها بمشاعره وبيقول لها انه معجب بيها. بتتفاجئ نينو وبتفرح بكلامه، لكن فجاه بيجي واحد من الجزيره وبيضرب جون على دماغه وبيغمى عليه. بيروح هو ونينو للمختبر عشان ينقذوا الحوريه، ولما بيوصلوا هناك بيرن جرس الانذار وبيظهر الحراس وبيتخانقوا معاهم وبيفضلوا يضربوا بعض، وبتتحكم نينو في الميه وبتوقعهم على الارض، لكن اعدادهم بتكون كبيره وبيقبضوا على الراجل السمكه. وبتضطر نينو تهرب وبتنزل البحر وبتروح للجزيره وبتقول للزعيم اللي حصل، وبيتعصب وبيقول ان البشر تجاوزوا حدودهم ولازم يتعاقبوا، وبيقرر يجمع جيش ويهجم عليهم. بعدها بيفوق جون وبيروح للمختبر وبيلاقيهم بيعذبوا الراجل السمكه وبيحاول يمنعهم، لكن العالم بيوريه كاميرا المراقبه وبتكون جايبه نينو وهي بتحاول تنقذ الحوريه. وبيتفاجئ جون وبيقول انه رشها بالميه وشكلها ما اتغيرش، وبيقول له العالم ان الحوريات عندهم قدرات كتير لسه ما نعرفهاش، وبيطلب منه يجيب نينو للمختبر عشان يتاكدوا اذا كانت حوريه ولا لا. وبيرجع جون للبيت وبيلاقي نينو نايمه وبياخد منها الموبايل وبيشوف الاماكن اللي راحتها، وبيتصدم لما بيلاقيها كانت في البحر. بعدها بيجي له اتصال من المستشفى اللي فيها ابوه وبيطلب الدكتور انه يقابله، وبيروح جون وبياخد نينو معاه، وهناك بيعرف ان ابوه حالته خطره ومحتاج عمليه والا هيموت. وبيزعل جون من اللي سمعه وبيروح يطمن على ابوه، وبيتفاجئ بنينو واقفه جنبه بتعالجه وبيفتكرها عايزه تقتله، لكنه بيتصدم ان ابوه فاق وبقى كويس، وبيفرح وبيفضل يتكلم معاه. وبتخرج نينو عشان تسيبهم براحتهم. بعدها بيوصل العالم للمستشفى ومعاه الحراس عشان يقبضوا على نينو، وبيعرف جون وبياخد نينو وبيهربوا، وبيروحوا يقفوا قدام البحر وبيطلب منها تعترف له بالحقيقه وانه بيحبها حتى لو كانت حوريه بحر. وبتفرح نينو بكلامه وبتكون عايزه تعترف له بحبها ليه، لكن فجاه بتسمع صوت الزعيم بيكلمها بلغه السمك وبيقول لها تبعد عنه والا هيقتله. وبتحس نينو ان حياه جون في خطر،
وبتقرر تكسر قلبه عشان تحميه، وبتقول له انها مش بتحبه وبتتسلى بيه وانقذته من البحر عشان يساعدها تخرج من الجزيره، وان البشر وحوريات البحر اعداء وما ينفعش يكونوا مع بعض، وبتحذره يبعد عنها احسن له، وبترمي نفسها في البحر. وبيتفاجئ جون وبيحاول يمسك ايديها لكنه ما بيعرفش، وبيوصل العالم ومعاه الحراس وبيتعصب ان الحوريه ضاعت من ايده. وبيتمشى جون في الشوارع وهو حزين وبيفضل يفتكر ذكرياته مع نينو، وبيقرر انه ما يتخلاش عنها، وبياخد مركب وبيروح الجزيره. ولما بيوصل هناك بيقول له الزعيم انه تجاوز حدوده وبيكون عايز يقتله، لكن نينو بتيجي وبتمنعه وبتتكلم مع جون، وبيقول لها جون انه لسه بيحبها وبيديها العقد اللي كانت ملبسه له في ايديه، وبيقول لها انها غلطانه وان البشر وحوريات البحر مش اعداء. وبيقول للزعيم انه عايز يصلح غلطته ويساعدهم ينقذوا حوريه البحر، وما بيكونش الزعيم مصدقه، لكن نينو بتقول له انها واثقه فيه. وبيركبوا معاه المركب وبيروحوا هما الثلاثه للمختبر، ولما بيوصلوا هناك بيتضح انه كمين، وبيقبض الحراس على نينو والزعيم. وبيفرح العالم وبيقول انه هيشرحهم ويعمل ابحاث عليهم، لكن بتكون دي خطه من جون، وبيستخدم سم حوريه البحر وبيغمى على العالم وكل الحراس وبياخدوا منه مفتاح المختبر. لكن فجاه بتظهر الشيعة وبتحط السكينه على رقبه نينو وبتهددهم انها تقتلهم، وبيحاول جون يهديها عشان تنزل السلاح، لكنها بترفض وبتقول له انها كانت بتحبه وبتحترمه، لكنه خانهم وحب حوريه بحر ولازم تنتقم منها، وكانت هتذبح نينو، لكن الزعيم بيضربها بالميه وبينقذها. وبيدخلوا هم الثلاثه للاوضه اللي فيها الحوريه وبيحرروها هي والراجل السمكه، لكن هم خارجين بيظهر العالم وبيكون شكله غريب وعينه لونها احمر، وبنعرف انه حقن نفسه بدم حوريه البحر وبقى عنده قوه خارقه، ومسك جون من رقبته وبدا يخنقه وبيهجم الزعيم عليه، لكن العالم بيضربه وبيرميه بعيد، وبيمسك مشرط وبيقرب من نينو وبيقول لها انها السبب في كل اللي بيحصل ولازم يخلص عليها، وبيجرحها في وشها وبيفضل يطعن في بطنها، وبيحاول جون يمنعه لكن العالم بيضربه بالمشرط في رقبته. وبيستغل الزعيم الفرصه وبيربط العالم بالسلسله الحديد وبيخنقه بيها لحد ما بيموت. وبتزحف نينو ناحيه جون وهي بتعيط، ولما بتوصل عنده بيقول لها جون انه بيحبها وانه مبسوط عشان ضحى بحياته عشانها، وبتعيط نينو وبتقول له ان هي كمان بتحبه وكل الكلام اللي قالته كان كذب. وبيفرح جون وبيقول ان كان نفسه يقضي حياته معاها، وبتفضل الحوريه تصرخ وتنادي عليه، وبتقرر انها تعالجه بلؤلؤه البحر. وبيقول لها الزعيم ان اللي بتعمله خطر وانها كده مش هتعرف ترجع لشكلها البشري تاني، وحتى لو نجحت انها تنقذه هيفقد الذاكره ومش هيفتكرها، لكن نينو بتصمم انها تنقذ حياته باي ثمن، وبتلبسه اللؤلؤه في ايده وبتودعه. بعدها بيفوق جون في المستشفى وبيلاقي ابوه قدامه وما بيكونش فاكر حاجه من اللي حصلت، وبيسمع في الاخبار انهم لقوا جثه العالم في المختبر واكتشفوا انه كان بيعمل ابحاث بطريقه غير شرعيه والمختبر اتقفل. بعدها جون بيروح يقف قدام البحر كل يوم وبيعيط من غير ما يفهم السبب، وبنشوف نينو وهي في شكل حوريه بحر وبتتفرج عليه من تحت الميه. بيخلص الفيلم على كده.